هنسمع التصريحات الأخيرة الخطيرة اللي قالها ممدوح عباس عن نادي الزمالك، وبينفي إن كل المشاكل اتحلت، وبيؤكد صعوبة وخطورة موقف نادي الزمالك من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. نسمع، وتصريحات خطيرة جدا جدا. نسمع. الأزمة المادية اقتربت من الحل، وإن السيد ممدوح عباس هيدفع 50% من الغرامات، وبالكلام كده ماشي في هذا الإطار يعني. وإن في 2.5 مليون دولار الراجل دفعهم، وإن في معرفش إيه. وطلع الأستاذ هشام نصر في حلقة أو في التلفزيون أو في انترفيو يعني يدرس، والله العظيم يدرس في إزاي يعني لما يكون حد شاكك في فشلك فيبقى مقتنع 100% لما يشوف اللقاء ده. والله في كيفيه احباط جمهور الزمالك. يعني انا عايز اقول للمهندس هشام، وراجل صديق وراجل محترم وكل حاجه، لم تكن تظهر افضل. يعني لو ما كنت ظهرت كان افضل كتير جدا والله العظيم، لانه هو فعلا كان اجاباته وطريقه القائه وكلامه غير مقنع بالمره لاي حد، والصق بممدوح عباس ان هو لا يحل كل مشاكل الزمالك. بابا نويل بقى بتاع الزمالك، ادعك الفانوس كده اهو يطلع لك ممدوح عباس شبيك لبيك، ممدوح عباس بين ايديك. هات 3 مليون دولار عشان تساهم. يلا يلا تساهم في ايه بقى؟ في المصيبه اللي عملها المجلس ده. انا عايز اقول لكم على حاجه، بس انا مش الواحد مش عايز ياخد الموضوع بالتفاصيل ولا يفتح الموضوع عشان ما يكبرش الموضوع، والقضايا اكتر ما هي كبيره، لان المجلس في حزبيس. لكن الذي تسبب في هذه الازمه كلها هذا المجلس. يعني هو الجفالي بتاع مين؟ مصدق بتاع مين؟ اللي عمل ازمه النضاي مين؟ اللي اسمه ايه؟ مارشميلو ده، ولا اسمه ايه بتاع مشلاك؟ مارشميلو ايه؟ مشلاك بتاع مين؟ جروس بتاع مين؟ جوميز بتاع مين؟ يانيك فيريرا بتاع مين؟ الانديه النادي الاوكراني بتاع مين؟ مساعدين فيريرا بتاع مين؟ النادي عمر فرج بتاع مين؟ نادي بيزيرا بتاع مين؟ نادي الزمامير ولا الزمامره بتاع مين؟ مين؟ كل القضايا دي بكل الفلوس دي بايه السرعه دي؟ اقسم بالله العظيم لدرجه ان انا شاكك يا مان في حد مستفيد، والله العظيم مش ممكن. يعني يجي لعيب عايز 5 جنيه تقول له يلا تعامله وحش، وقلت له روح ارفع قضيه وبتاع، فيروح يرفع قضيه يجي ياخد منك 5 مليون جنيه ويقول لي 5 جنيه. واحد في الثاني في الثالث في الرابع وفي الخامس في السادس في السابع في الثامن في التاسع في العاشر في ال11 في ال12 في ال13. يعني الواحد حتى اول مره يغلط، ثاني مره يتعلم، ثالث مره يا عم لو كان مش فاهم، لكن 100 مره. فبدات اقول انا معقول الكلام ده صدفه؟ الكلام ده فيه حسن نيه؟ معقول الكلام ده كده؟ يعني اخطاء ساذجه. ما لو اخطاء ساذجه ان يبقى اللي بيتسبب في هذه الاخطاء لا يستحق ان يدير مؤسسه بحجم نادي الزمالك، ولا مقصوده تبقى مصيبه سودة. والله فعلا مجلس إدارة الزمالك الحالي تسبب في أزمة لنادي الزمالك، زي ما يكون في تعمد لافتعال الأزمات داخل نادي الزمالك. كل المشاكل اللي متعلقة بنادي الزمالك في الموسمين اللي فاتوا دول هو سبب مجلس إدارة الزمالك. فعلا على رأي الكابتن والإعلام الكبير محمد شبانة، بيقول لو واحد ليه 5 جنيه يقول له ما انتش واخد، ويروح ارفع قضية. يرجع بعد الحكم بتاع القضية إن ليه 5 مليون، رغم كان ليه عندك 5 جنيه أصبح ليه 5 مليون. فافتعال المشاكل سبب مجلس إدارة الزمالك. والله ساعات بقعد افكر كده ازاي ده ناس قعدت تتريق يقول لك اصل الواد كان ليه 32 دولار لما ما ادفعوش، خد ما اعرفش 800,000 دولار، ما اعرفش انه خد كام، والمفروض يدفع الحد الادنى كام. لما الفيفا حسب الفرق بين الاثنين، جيبوا لي عامر العماير يا جماعه، جيبوا لي عامر العماير اساله في الحقيقه. يعني انا بقى عمال اقرا حاجات كده ما اعرفش هل ده الكلام ده صح. يطلع الفرق 32 دولار ان الزمالك ادى للواد فلوس كان لازم يديله الحد الادنى، الفرق بين الفلوس اللي اداها الزمالك والحد الادنى ما اعرفش 30 ولا 40 ولا 32 دولار حاجه. فالراجل اللي خد 800,000 دولار معقول لما اجي اسمع هذا الكلام دماغ المفترض تستوعبه؟ طلع الاستاذ ممدوح عباس وقال مصادر نادي الزمالك رسمي، تويتر رسمي،
التي أعلنت أنني سأساهم بمبلغ دولاري لحل أزمة التعاقدات في نادي الزمالك، أؤكد أنها مصادر كاذبة، وأرجو من الجميع أن يكفوا عن حشر اسمي في مشاكل نادي الزمالك، وحين أساهم سأعلن هذا. من اللي حشر اسم الأستاذ ممدوح عباس؟ المهندس هشام نصر في اللقاء اللي بقول لكم عليه ده، والناس مشيت وراه، وانه زملكاويه كتير قالت ده ممدوح عباس، طالما ده ممدوح عباس ده دافع فوق نص مليار جنيه. فعلا ممدوح عباس طلع كذب كل الأكاذيب وكل التصريحات اللي الإعلام الزملكاوي عملها، بيقول إن هيساهم بنسبة 50% من حل المشاكل المالية بتاعة نادي الزمالك. ده طبعا كلام في البطيخ، كل اللي حصل ده كلام في البطيخ من الإعلام الزملكاوي. وبيأكد الإعلامي الكبير محمد شبانة إن هذا الكلام كاذب وعلى يد ممدوح عباس. يعني هذا المجلس لولا ممدوح عباس ما كانش لغايه النهارده كده واقف على رجليه، النادي ما كانش خد دوري ولا كان اي حاجه خالص. نص مليار جنيه في عهد هذا المجلس. فكمان بتلبس ممدوح عباس للجمهور رسمي. فالراجل طلع قال لك يا جماعه مش كده، يعني مش للدرجه دي، يعني مش في مجلس اداره، مش في ناس بتشتغل. طيب عموما سيبك من ده كله، بدات تظهر ملامح ان صلاح مصدق هيتصالح، وان صلاح مصدق لما يتصالح والنادي بتاعه والدنيا تبقى تمام المحكمه الرياضيه هتحط في الاعتبار هذا الصلح. وحدد مثال قبل كده على نادي ايه ولا بتاع حاجه كده يعني، واختلفت الدنيا. قال لك لا ده موضوع وده موضوع، لانه اصلا القيد، عشان بس الناس تبقى فاهمه، اللي توقف فترتين ده مش عشان صلاح مصدق ليه فلوس، لا ده عشان صلاح مصدق الفسخ الرابع في فتره زمنيه محدده. فاعتبروا الزمالك فسخ 4 مرات عقود لاعبيه هو اساسا اللي ابرمها، وبالتالي غير مؤتمن على كده، فلازم تقفل له القيد علشان خاطر ما يصرفش ويشتري صفقات ويعمل تعاقدات ويسدد الديون اللي عليه دي. ده غلق القيد. الفيفا بيقول لك انا بحميك، يعني بعاقبك وبحميك، بدل ما تقعد تصرف بقى وتشتري بقى حد تاني بزيره ولا لا، ده انت تقفل القيد، الفلوس بقى اللي هتصرفها يا باشا سدد بقى ديونك وسدد الفلوس اللي عليك. انا طبعا مش بتاع اللوائح، ما اعرفش، مش فاهم. والنهارده كمان قريت انه الاتحاد الافريقي باعت لكل الانديه رساله بيقول لهم ايها الانديه لو سمحتوا هنعمل زي اجتماع اهو جلسه يوم 9 يونيو. والنهارده كام؟ النهارده 7. يوم 9 يونيو، 9 يونيو ده يعني يوم الثلاث مثلا، علشان خاطر والحضور غير الزامي على الانترنت اونلاين يعني. وده اي حد عايز يراجع بقى تراخيصه، عايز يراجع، عايز يستفسر عن حاجه، الانديه اللي عندها مشاكل تقدر تشارك معانا. طبعا دي كانت كل اخبارنا النهارده عن نادي الزمالك وموقفه من المشاركة في دوري ابطال افريقيا. الامور تتصاعب وتتفاقم يوم بعد يوم، وفاضل يومين 2 للمراجعة مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن كل المستندات المتعلقة بالمشاركة في دوري ابطال افريقيا، على رأسهم الرخصة الافريقية اللي نادي الزمالك لحد دلوقتي مش عارف يحصل عليها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي، وما تنساش تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم.